يا مساء الفل، يلا بينا بقى كده نحضر الفطار بتاع النهاردة خامس يوم رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. نحضره مع بعض ونشجع بعض. وكمان عايزة اتكلم معاكم كده في شوية حاجات صغيرة، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجة كده انا كان عندي بطاطسايتين كده في التلاجة، وانا طبعا حيرة كل يوم هنتغدى ايه هنفطر ايه، فقلت بقى ان احنا هنفطر هعمل كده طاجن بطاطس صغير على قدنا، وجنبيه رز بالشعرية وشوربة لسان عصفور وفراخ بانيه. المهم بقى يا بنات، النهارده خامس يوم رمضان، وانا حاسه اصلا ان انا ماليش نفس في الاكل خالص، يعني حاسه ان انا زهقت من الاكل، يعني استغفر الله العظيم. بس تحس ان الواحد كل كل حاجه، يعني انت كلتي محشي وكلتي مكرونه بشاميل ورقاق وجلاش وكلتي كل حاجه، يعني الواحد خلاص عايز يفصل، فاهمين؟ بس يلا الحمد لله على كل حال. المهم بقى انا قشرت الحاجات اهوت وغسلتها، وهبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم. وكمان الحمد لله خلاص انا ابتديت ان انا اتعافى من البرد اللي كان عندي اخيرا كفاره، فخلاص بقى اللي انا حرمت. انا مش عارفه اصلا بردت من ايه، بس يعني الحمد لله اللي انا خلاص ابتديت ان انا اتعافى، وهبتدي بقى احس برمضان، لان الايام اللي فاتت دي انا كنت تعبانه جدا ومكنتش بحس بالطعم ولا بطعم الاكل ولا بشم ريحه الاكل، فتحس ان انا اصلا مش حاسه بزهوه رمضان وفرحه رمضان، فاهمين قصدي؟ لان كنت بجد تعبانه جدا. فالحمد لله اللي انا هبتدي خلاص اللي انا اتعافى اهو، وبحس بطعم الاكل وكده، وهبتدي بقى اللي انا افرش البيت، واحس بقى بعمل اجواء رمضان في البيت، لان انا ما عملتش اي اجواء خالص في البيت بسبب تعبي ده، والحمد لله. قطعت بقى البطاطس والبصل والفلفل زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اتبلهم. عايزاكم بقى تقولولي انتوا فطرتوا ايه النهارده علشان نغش من بعضنا كده، لان بجد حيرة كل يوم هنفطر ايه هنتغدى ايه، يعني وجبة السحور تحس ان انت خلاص عارفاها وحافظاها يعني، لكن الفطار يعني مش عارفة بجد، يعني انتوا محتارين زيي كده ولا انا بس؟ المهم بقى حطيت فلفل وملح، فلفل اسمر وملح، وابتدي ان انا ادعكه كده، يعني طبعا ايدي نضيفه عشان ما حدش يجي يقول لي انت ازاي بتستخدمي ايدك من غير جوانتي وكده. فالمهم بقى ان انا هدعك كله كده، لازم تعملي الخطوه دي علشان السوائل بتاعه الخضار تنزل وتبقى متبله كده كلها مع بعض. فالمهم بعد ما تبلتهم قطعت كده طماطمايه، قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وهقلب بقى كل ده مع بعض وهتبله بقى. عايزة اقول لكم بجد الطاجن طلع طعمه خطير وعجبني جدا وعجب احمد برضو، والفصين التوم اللي انا حطيتهم على البطاطس ادولهم كده تست حلوة قوي. وبجد لازم تحطوا توم على طاجن البطاطس. حطيت بقى بابريكا وبهارات وتوم باودر، وهبتدي ان انا اقلب كل ده مع بعض. انا طبعا حطيت الملح والفلفل في البدايه. هقلب بقى كل المكونات دي معايا، وهحضر بقى طاسه واحط فيها معلقه سمنه كده حلوه، وهنزل عليها بالخضار. انا هاخد غلوه بس هاخد غلوه للخضار على البوتاجاز قبل ما ادخله الفرن. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان الريحه بجد كانت خطيره. وانا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بقالي كده يومين بحس ان انا يعني وانا بعمل الاكل بحس ان انا هفطر، يعني لان انا متعوده ان انا ادوق الاكل عامه وانا بعمله علشان اظبط الطعم بتاعه. بس انا بقالي كام يوم تحس ان انت عايزه تاكلي فلفلايه خيارايه وانت بتعملي كده ايه الاكل، بس انا مش باكل طبعا، انا بفتكر على اخر لحظه. بس مين بقى زيي؟ لان انا بجد يعني عماله اقول الله يرضيك يا شيطان، وبس ربنا هو اللي بيذكرني، لو انا فطرت ربنا هو اللي بيذكرني، لا الشيطان هو اللي بيخليني افطر. يعني يا ريت تقولوا لي بس في الكومنت، بس انا بخلي بالي وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني، وبفتكر على اخر لحظه. المهم بقى حطيت على الخضار دوت شويه ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب الكميه اللي انت عاملاها، ومعلقتين كبار من الصلصه اللي انا حطاها بصراحه دي كنت عامله مكرونه من كام يوم، ودي كانت فايضة صلصة يعني. وحطيت عليهم معلقتين صلصة وبس، وقلبتها بقى وهسيبها بقى تغلي غلوتين كده لحد ما البطاطس تخش في السوا، واحطها في الطاجن وبعد كده ادخلها الفرن. المهم بقى نعمل الرز بالشعرية عادي طبعا خالص. انا يا جماعة مش بعاير المية بتاعة الرز، بحط الرز كده يعني خلاص انا حفظت المية بصراحة. بحط الرز بخلي المية كده يا دوبك مغطية الرز او اقل بحاجة بسيطة، واقلب بقى كله مع بعض كده واوطي عليه وخلاص.
المهم لقيت الخضار خلاص دخل في السوا، هبتدي بقى ان انا اجيب الطاجن. طبعا هو مش محتاج اي حاجة، هحطه بقى في الطاجن وهحمره بقى في الفرن او في الميكروويف على حسب ما انتي هتستعملي، علشان بس احمر البطاطس من فوق الوش. عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا للمرحله دي تكتبولي كومنت حلو منكم يشجعني، وتقولولي فطرتوا ايه النهارده او هتفطروا ايه بكره، وانتوا معزومين فين الاسبوع دوت، وقولولي بقى كده ونرغي مع بعض. تمام. عايزه اقول لكم بجد ان الريحه خطيره خطيره. هو خلاص اصلا كده استوى، بس انا يعني هو ممكن ما تحطوش في الفرن او اي حاجه، بس انا بحب التحميصه اللي بتبقى من فوق الوش بتاعه الطاجن دي، عارفينها. وبس كده، وبجد الاكل كان طعمه حلو قوي. قلت بقى على ما الاكل خلص، انا كنت مخلصه الاكل الساعه 5، يعني دي معجزه بصراحه، يعني اللي انا عملت الاكل بسرعه كده. هبتدي بقى ان انا اعمل التمر. نضفت بقى التمر. الطبق دوت كان فيه جار جنبينا كده، كان بيوزعه في اول يوم رمضان، وخلص بس كان حلو يعني، كان نضيف. فهبتدي بقى ان انا اعمل التمر بالكاجو. انا بحب التمر بالكاجو قوي او بالتمر بالمكسرات، بيبقى طعمه حلو قوي ومختلف. ايوه شيليها انت. هو انت مش شيلها بايدك ولا ايه؟ هشيلها انا حضرتك. احسن مني. لا يعني هي مش موضوع اصلا، مش احسن مني. بدكم بقى تقولولي انتوا وصلتم للجزء الكام في القرآن. انا وصلت للجزء السابع، يعني لسه هبتدي فيه. انا عايزه اعرف بقى انتوا وصلتوا للجزء الكام. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اختمه مرتين في رمضان. انا كل رمضان كنت بختمه مره واحده، بس انا السنه دي يعني باذن الله عايزه اختمه مرتين، فعلشان كده بحاول ان انا اقرا اكتر من جزء على قد ما بقدر. فانتوا وصلتوا للجزء الكام؟ يا ريت كل واحده تقولي في الكومنت. وكمان عايزاكم تقولولي على مسلسلات انتوا اتفرجتوا عليها وتابعتوها، لان انا مش عارفه اتفرج على حاجه بصراحه، حاسه ان انا مش فاهمه حاجه من المسلسلات يعني. بس انا بتفرج على المسلسل بتاع ياسمين عبد العزيز طبعا لازم، اللي هو ونقابل حبيب، لان انا اصلا بحب ياسمين جدا. كمان بتفرج على اشغال شقة، حلو جدا بصراحة، وعلى ايش ايش برضو حلو. بس دول اللي انا بتابعهم لحد دلوقتي. الكابتن بقى عمال يعني مش عارفة مواعيده، عمال يسقط مني يعني. هتابع بقى كل ده على النت بإذن الله بعد رمضان. وده يكون الفطار بتاعنا النهاردة. هستنى اللايك بتاعكم الجميل وكومنت منكم يشجعني. باي باي.